كل ما ذاك محاور سياسي احترمه، ما عندوش قامة، ما عندوش سياسة، ما عندوش شخصية، ما عندوش اختيارات اختارها. وقت اللي يجي الحديث عن خياراته أذمها وأنتقده فيها، لكننا تعلمنا أن لا نذم مخاطبنا ونخالفنا، والإسلام هو الذي علمنا ذلك. بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمه القرآن أن يقول للمشركين وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. صور الرسول صاحب رسالة يجي زعماء قريش من المشركين اللي هم أعداء الأصيلين، يقول له ممكن أنا على حق وأنتم على باطل، وممكن أنا على باطل وأنتم على حق. مش معناه هذا؟ معناه تنازل، هذا معناه احترام للطرف المقابل، احترام للمحاور، حتى لا يظهر أن خلافنا معه يرتقي إلى خلاف الشخص. ما يجوز، لأنه الذي يذكر محمد الذي يذم مش هو الذي يرفض الفضل، مش هو الذي يقوم بالفضل ويقدم الفضل، الذي يرفضه هو الذي يذم. ونحن لسنا مطالبين في القيم بأن نضع تصرفاتنا على مستوى تصرفات غيرنا. في القيم يجب أن نكون أرفع من ذلك. فما قيم أصيلة اللي يفكر سلمي أنت حل الفيسبوك على البنت الكريمة وشوف الشؤون السلفية فيها العبد الفقير، أقل واحد كان فيها قد كسر، أقل واحد. معنى أنا الآن مكفر خذوا كان يموت إلا ما يجيبوا جابوه من الاتحاد يقول له خطوة على قبليات. بحيث هذا لا يؤثر في الشخص، لا يؤثر في الشخص، وإنما يحب القول السياسي وأن جزء من الحوار كان احتراما للشخص دون تنازل على القضية. الأمر الثاني لله في الحوار يسمعه سياسي، ثم مخاطبة الخصم بتبني مقدماته لإيصاله إلى فساد تلك المقدمات. احنا عندنا في المنطق يمكن أن تجابه غيرك بالتسليم بمقدماتها، لكي يقول لي نسلم جدلا. أنا أسلم بمقدماتك لأبرز لك يا سيدي وأن مقدماتك لا تصل إلى نتيجة صحيحة. فهذا شكل من أشكال الحجاج والمجادلة، وليس تسليما بصحة المقدمات. لأن أنا قلت أنت لم تأخذ بعين الاعتبار واقعنا السياسي، لم تأخذ بعين الاعتبار واقعنا الديني، ثم جلبت لنا مسائل أثرت فيها شعبنا وتركتنا أمام ثورتهم. أنت يا سيد تحسن تقول هؤلاء كفار. أتعلم ما معنى التكفير؟ التكفير يقتضي العداوة والمجابهة. أنت يا كروح في بلادك خليتي قدام شاب يرحي يا سيد هذا كافر عافاكم الله سامحني، غدوة سنجابيه بالشمس بالضرب. أنا مسؤول عليه، يعني أنا من داخل الصف الإسلامي، ولذلك أنا مطلوب بذلك. هو يعمل أنا مخلص الفاتورة، وغدوة وقت الانتظار سيد من سادة المجتمع المدني باش يقولوا الإسلاميين ضربوه مش السلفيين، وسألزقوا آلاف غيري في المسؤولية. ولذلك السيدة الكريمة اللي قالت لي ريناس تدافع عن العلمانية وما تخطش مواقف حالة للإسلاميين، وقل لك أنا دوري باش الإسلاميين نرشدهم يعني من فضلهم هذوك أولادي وهذوك طبع أمري، وأخاطبهم من منطلق المبادئ التي أؤمن بها، ولأنهم إذا تهوروا فأنا تتحمل تبعات تهورهم وأنا مسؤول عنهم. وقت اللي تقول لي ما وصلتش مع الاسمع إيه يعني جاوب عشان موضوع حين يصور ما عرفش تكون تتكلم جاوب تعتبروني أحسن يخبر فيها أتكلم عشان إذن أنهي
لا ده السؤال اللي طرحته سيادتك فهم غلط. قلت احنا لينا خديت